وليعلم طالب العلم أن ثمة مسائل يجب على طالب العلم أن يعقد عليها قلبه بعقيدة أهل السنة والجماعة، بمعنى أن نعقد القلوب على معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل عظام ولا نستهين بها، فإننا عندما أكرمنا الله عز وجل بالهداية إلى مذهب أهل السنة والجماعة إنما هدينا بفضل من الله ونعمة، وإلا هناك من الرجال من هم أحفظ وأعلم وأوعب وأوسع اطلاعا وأكثر اقتلاعا للكتب، وهم من أضل خلق الله عز وجل، ملاحدة في الصفات، زنادقة في القدر، بغضاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل أبواب الاعتقاد. فعندنا من أبواب الاعتقاد مسائل وأصول يجب علينا أن نعرف فيها مذهب أهل السنة والجماعة قبل أن نتلقف أي قول من أقوال الفرق المخالفة. باب الصفات، فلا بد أن يعقد المسلم قلبه على معتقد أهل السنة والجماعة حتى لا يزل، لأنه باب وقع فيه طحان وشجار وخلاف شديد بين طوائف عظام معروفة على تاريخ الإسلام، الجهمية والمعطلة من جهة، والمشبهة والمجسمة من جهة أخرى، وهدى الله تعالى أهل السنة إلى سواء السبيل. فباب الصفات لا بد أن نعرف جملة معتقد أهل السنة والجماعة بمنطوقهم وما حرروه في كتب العقائد، وقلت بمنطوقهم لا بمنطوق المتأخرين، لأن المتأخرين ربما تكلموا بعباراتهم وقصور علمهم، وربما ما يقع في قلوبهم من نزغات الهوى أو التمشي مع عبارات العصر، فيتكلمون في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة بلسان المعاصرين فترد عليهم الموارد، وهذا واقع، وأكثر ما يقع اليوم في مسائل الإيمان أنهم يتكلمون في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ويقول أنا والله سلفي وأنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تجده قد تكلم في المسألة هذه بكلام يورد عليه الموارد ويدخل عليه في دينه بسبب هذه العبارة. إذن أين النجاة؟ يا أخوان، التزام ألفاظ السلف، تكلم بلسان السلف حتى تقول لهم هذا والله ما قلت هذا. ولذلك راجعوا المجلد الثالث من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما خوصم في العقيدة الواسطية، فما مسكوا عليه شيئا قاله من نفسه، كل ما قال لماذا قلت كذا قال به فلان، نطق به فلان، هذا كلام الله، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، من أين جئت بقولك منه بدأ وإليه يعود؟ قال ما قلت هذا، قالوا عمرو بن دينار، فساقه بإسناده. فعندما تأتي بعبارة السلف تكون في منجاه وفي متانة، أما عندما تأتي أنت بلسانك وعبارتك وتريد أن تقربها للخلف فربما تتكلم بعبارة يخونك فيه التعبير أو يغيب عنك لوازم الكلام فترد عليك به الموارد، فربما تأخذك الأنفة ومحبة نصرة الذات إلى أن تنافح على ما أنت عليه من مقالة، فتقع في مقالة أشنع وأبشع. فالله بلزوم عبارة السلف في تقرير العقائد، ومن ذلك مسائل الصفات، فانظر ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال الشافعي، ماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم قرره في عقيدتك، قرره في كلماتك، قرره في مقالاتك، حتى تكون في بر الأمان كما يقال. المسألة الثانية مسألة الإيمان والوعد والوعيد. اعرف منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وقل أقول بهذا القول وعليه أعقد قلبي، هذه عقيدتي، حتى تكون في سلامة وأمان من مقالة الخوارج من جهة ومن مقالة المرجئة من جهة أخرى، ولا أحد يتكلم عليك. واليوم لا يخفى على علم الجميع أن الطحان شديد ما بين هاتين الطائفتين، فما بين أقوام يبالغون في التكفير واستباحة الحرمات، وبين أقوام أيضا يخالفون في ذلك وينفون التكفير بالكلية ويقول لا يكفر أحد، فيقعون في الإرجاء. أين السلامة؟ السلامة أن تنطق بلسان السلف وتسكت، هذه عقيدة. ودعوني من كلام البقية، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالته في الكلام: دعوني من كلام بني البتية ومن قوم بضاعتهم كلام. المسألة الثالثة القدر. اعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، ثم اعقد قلبك على ذلك حتى تنجو من مذهب طائفتين منحرفتين في جهة القدرية أو في جهة الجبرية من وجه آخر. فإذا عرفت عقيدة أهل السنة والجماعة وما حرروه في القدر اعقد قلبك عليها. المسألة الرابعة
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكن وسطا ما بين مذهب الرافضة من جانب ومذهب النواصب من جانب آخر، وخذ من أبواب الاعتقاد. ولكن هذه المسائل من أشهر مسائل الاعتقاد التي خرجت على تاريخ الأمة. العديد من الطوائف وتطاحنت واختلفت، وكما يقال زلت فيها أقدام وطاشت فيها أفهام وظلت فيها أقلام، كل ذلك تحت مظلة هذه المسائل الأربع. فما عليك إلا أن تنجو بنفسك، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وتعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تصم أذنيك عن كل ما يقال في اليمين وفي الشمال. إذا هديت إلى السنة فأنت في خير وأنت في نعمة عظيمة، لأن هذه شبه ومقالات خطافة، ولديهم تحريرات ولديهم شبهات، وربما استدلوا عليك بنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يأتون لك بنصوص من كلام أئمة السلف في تقرير باطلهم. وهذا واقع اليوم. من يريد أن يكفر ويفجر يستدل بمحمد بن عبد الوهاب، ومن يريد خلاف التكفير يستدل بمحمد بن الوهاب، ليس كذلك؟ ويستدل بكلام ابن تيمية ويستدل بكلام ابن تيمية. يقول شخص كيف يكون لهؤلاء كلام بأوجه محتملة؟ نقول كلام الله المحكم المتين الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ومن خلفه، كما أنه هدى ونور وبيان وشفاء للمؤمنين، وفي الوقت نفسه هو عمى. قال وهو عليهم عمى لا يزيدهم إلا نفورا لا يزيدهم إلا خسارة. فإذا هلك الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما تشابه من كلام الله المحكم المتين، أن هناك من الناس من يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتبعون ما تشابه منه. فإذا كنا قد نهينا عن تتبع متشابه كلام الله الحكيم المحكم، فنحن أيضا منهيون عن تتبع متشابه كلام أهل العلم. ولذلك لا ينبغي أن يؤخذ ببعض ألفاظهم، وإنما يجمع كما قال العلماء في قواعد إصدار الأحكام، يجمع كل ما في المعنى. فتجمع كلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو أئمة في كل ما في المعنى، ثم تصدر به حكما وتقول هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو مذهب غيره من أهل العلم. إذن هذه المسائل ينبغي أن نعقد القلوب على معتقد أهل السنة والجماعة فيها، حتى نكون إن شاء الله تعالى في عافية من المقالات المنحرفة التي زلت فيها كثير من الطوائف.